إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده جايه لكم بروتين محفز جدا يا جماعه. نلف لفه كده في الشقه، انما ايه فيها شقه وتعب وهد حيل. لا بجد انا النهارده محتاجه تحطوا لي لايكات كتير من هنا لاخر السنه، وكمان كومنتات تشجعوني فيها وتصلوا بينا على النبي. تعالوا بقى اقول لكم مين بيساعدني، واخيرا امنيتكم اتحققت. دايما بتقولوا لي يا بنتي في حد بيساعدك، مفيش حد بيساعدك ليه؟ جات لي يا جماعه اللي تساعدني. شايفين مين دي؟ ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا جدا جدا. طبعا انا حابه اشكركم الفيديو اللي فات على كل كلمه حلوه قلتوها لنا، وعلى تعليقاتكم الجميله بجد اللي فرحتنا وخلتنا دايما ان احنا عندنا امل، وخلتنا دايما ان احنا بنفكر نعمل لكم حاجه ونفضل مع بعض، وان شاء الله باذن الله هنظهر مع بعض كتير، وعيلتنا هتكبر بوجودكم، واحنا ناويين ان شاء الله عيلتنا هتكون كبيره جدا بيكم. النهارده ان شاء الله زي ما انتم شايفين دينا، والله يعني كتر خيرها ما سابتنيش. قالت لي لا انا مش هسيبك، علشان طبعا انا كنت متمرمطه بقالي شويه، فقالت لا انا والله حقيقه فعلا كان طالع عينيها جدا، وبجد والله العظيم الموضوع مش سهل، صعب، وربنا يا رب يعينها. ودايما بقول لها يعني على قد تعبك ربنا يا رب ان شاء الله كده يعوضك خير ويرزقك. عايزاكم بقى تشتركوا وتفعلوا الجرس على الكل، وتفعلوا على الكل علشان يوصل لكم مننا كل جديد، وحطوا لنا لايكات كتير، وارفعوا الفيديو بالكومنتات، وصلوا بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وطبعا ندعي لاهلنا في فلسطين ما ننساهمش، وربنا يا رب ينصرهم يا رب على كل حد ظلمهم، ومنهم لله حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه والله يعني والله الواحد موجوع قلبه عليهم حقيقي يعني، وما بيد الحيله. احنا اللي زينا ما فيش في ايده حاجه غير ان احنا ندعي لهم وربنا يقويهم. طبعا عرفتوها، دي بقى اخت جوزي، وطبعا دينا ما شاء الله عليها ما اقولكوش بقى. هي والله بتحب تساعد من زمان، بس مشكلتي ان انا عمري ما عرفت ان انا اعتمد على حد، عشان اكون صريحه. يعني يمكن اللي شجعنا ان احنا نشتغل مع بعض القناه، وان هي بقى ايه عايزه تعاون ومش عارفه ايه. فبصراحه يعني دي حاجه حلوه كمان، يعني ارتحت شويه، اللي هو ما بقتش اشيل هم حاجه قد كده. عارفه ان في حد بيساعدني، عارفه ان في حد معايا لو احتاجته هيكون موجود ان شاء الله. يعني دايما نكون مع بعض كده، فالحمد لله. وطبعا الاعتماد على النفس، انا برضو عندي كلمتي ان الاعتماد على النفس حاجه مهمه جدا، لان طبعا مش في كل الاوقات بتلاقي حد يساعدك، فاهمه؟ بس الحمد لله ربنا هدانا على بعض وبقينا نساعد بعض. يعني انا كمان بنزل اساعدها، وفي العاده الحمد لله انا كده يعني بنزل لحماتي. بس طبعا دينا وجودها بيبقى مختلف. انا ببقى لما اشوف دينا موجوده بقول لنفسي دينا تحت، فخلاص بقى انا اركز في شقتي. بس دلوقتي بقينا مع بعض فوق وتحت. المهم بقى ايه، انا كنت خلصت الحته التانية اللي هي فيها رسمة البقرة اللي انتوا بتقولوا عليها هي قلبت على بقرة كده ليه. هي والله رسمة جديدة وحلوة، ويعني حاسة ان فيها كده تغيير ومطرقعة، وعجبتني انا شخصيا، فقلت اكمل على النمط بقى ايه حاجة مختلفة. هنا بقى جبت اللزق اللي هو الاصفر ده اللي بنستخدمه اوقات علشان نعمل رسمة على الحيطة وتكون مطبوعة بلون تاني. انا قلت بقى الزق بقى الرسمة دي، رسمت حاجة على شكل مبنى. يعني عارفين المباني اللي هي العمارات وكده، يعني شكل كده هو حلو. في النهاية هتفهموا الفكرة كلها، بس في النهاية خالص بقى اللي هو ايه، بعد ما اخلص كل حاجة واظبط الحاجات اللي انا نفسي اعملها، يعني حاجات بسيطة مش حاجات كبيرة ومكلفة، لا هي حاجات بسيطة بس هتدينا في النهاية تاتش كده وديكور مختلف. انا واثقة ان شاء الله هيعجبكم باذن الله. يعني حتى لو ما عجبكوش وما حبيتوش ان الحاجه دي يعني انتوا تعملوها، لكن ذوقها الى حد ما مش وحش، حاجه مختلفه ومطرقعه كده شويه. المهم ان انا خلصتها كده باللزقه ورحت نزلت. هي قالت لي ايه، بصي بقى انتي خلصتي الجزء ده انا هساعدك. فقالت لي انا هنقل السرير وهنضف لك الجزء التاني، وصراحه فرشت لي المشمع ودهنت على فكره الجزء بتاع الشباك، وكل ده هتشوفوه في قناتها. هي قالت لي انا يعني حابه ان انا اساعدك وان انا اتعلم معاكي، فانا قلت لها خلاص يا ستي الحاجه اللي تعمليها صوريها، وعلى قناتها قناه منوعات دينا ومريم. المهم ان انا رحت بقى ايه زي ما انتم شايفين كده، رحت بقى كملت، لان هي
الصراحه برضو ايه لسه مش متمكنه قوي، هي عرفت تمسك الرول وكل حاجه، بس ما بتعرفش ان هي توزع الدهان على الحيطه بشكل كويس. فانا قلت لها لا عنك انت بقى، انا هظبط انا الجزء ده. هي اشتغلت عندي الشباك النص اللي كان باقي، وانا قلت لها خلاص انا هشتغل في الجزء ده علشان اللزق اللي انا لازقاه وما يتشالش. فبدات ان انا اخلص اهو الجزء ده كده، والحمد لله الموضوع بسيط. ده اول وش، هديها ان شاء الله تاني وش باذن الله بالابيض برضو. وبعد كده بقى الفيديو اللي جاي باذن الله هتشوفوني وانا بعمل الرسمه دي وبظهرها باللون. طبعا انا هشتغل فيها باللون الاسود علشان تمشي مع الحيطه اللي هي البقره اللي احنا كنا عاملينها الفيديو اللي فات. وطبعا عايزه اقول لكم ان انا قرات كل كومنتاتكم، وفي كومنتات كتير فرحت بيها قوي ان هي عجبتهم الفكره. وفي واحده بتقول لي انا ابني عنده 3 سنين واول ما شاف الرسمه قال واو جميله ومش عارفه ايه. فرحت قوي الصراحه بالكومنت ده، وانا عارفه ان الاطفال يعني حاجه بريئه كده ما تعرفش ان هي ايه تجامل. فاول ما قرات الكومنت عرفت الحمد لله ان الرسمه بتاعتي حلوه، مع اختلاف الاذواق. يعني مش كل الناس هتتفق ان الرسمه مناسبه لغرفه الاطفال او ان هي يعني حاجه هاديه تناسب ذوقهم. في ناس برضو كتبت لي دوشه قوي ومزعجه، وطبعا انا كنت متوقعه 100% ان في ناس هتعجبها وفي ناس لا، ويمكن اللا دي اكتر يعني لان انا عارفه الناس بتحب الحاجه الهاديه. المهم ان انا هخلص بقى الجزء ده والخص عليكم. دلوقتي بقى بعد ما خلصت وش الدهان هلم بقى الهيصه دي. طبعا دي مش هيصه، دي خرابه. شايفين شكلي؟ هغير هدومي عشان ننزل نتغدى بعد كده. وعايزه اقول لكم ان انا قعدت تقريبا ربع ساعه بحاول استوعب انا هلمها ازاي ومنين، اللي هو الشقه كلها على بعضها متبهدله. ايه ده يا جماعه، انا هروح فين واجي منين؟ بجد كنت تايهه يعني. انا وربنا غيرت هدوم وقعدت كده افكر اروح فين واجي منين، ابدا منين، طب اعمل ايه. قلت لنفسي يا بنت افتحي الكاميرا وانطلقي، ان شاء الله ربنا هيفكها من عنده وهعرف ان انا الم الدنيا. ويعني ربنا سهل لي الحمد لله. رحت بقى ايه على الركنه دي اللي كنت ناويه ان انا ايه انظم مكان الركنه وانضفه واروقه والم الدنيا واجي ايه ناحيه السفره واقلب بالترتيب. لقيت نفسي بجيب الصينيه من هناك وبلم الحاجه بتاعه المطبخ كلها، وقلت ادخلها كلها في المطبخ. وبقيت الم اي حاجه ملهاش 30 لازمه. طب ايه اللي حصل في الشقه يا بنتي؟ ايه اللي وصلها للمرحله دي؟ ولادي غابوا من المدرسه. يعني مش ولادي بس، انا اياد ابني كان تعبان، والظاهر ان العيله كلها كانت تعبانه، العيال نفسها كانوا تعبانين. عمر ومريم غابت لان طبعا هي بتروح مع عمر، فقالت لا انا كمان اغيب. فالعيال كلها كانت غايبه من المدرسه النهارده، وانا طبعا كنت شغاله في الغرفه زي ما انتم كنتوا شايفين كده. فسبتهم لان انا كده يعني اول ما فتحت عيني فطرت ورحت دخلت بقى اشتغلت في الجزء الثاني اللي هو بتاع البقره ده في الحيطه اللي من فوق. وكنت بقى ايه خدت وقت شويه، فهم كانوا طلعوا يقعدوا مع اياد ومليكه. انا بقى ما كنتش مركزه معاهم خالص، يعني كنت مركزه في اللي انا بعمله. دي اللي طلعت علشان تنضف لي الجزء اللي انا كنت شغاله فيه وتساعدني يعني زي ما انتوا شفتوا. وانا بقى خرجت خدت الصدمه. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ انتوا عملتوا ايه؟ عايزه اقول لكم ان عصير كان مدلوق. عصير كان ابراهيم جايب عصير طبيعي علشان اياد ابني كان تعبان وممنوع ان هو يشرب اي حاجه فيها سكريات او ان مثلا يكون مثلا لبن او كده، فجاب له عصير. العصير خلصوه اول حاجه، تاني حاجه نصه اتدلق على الارض. يعني انا خرجت لقيت دمار، ولميت كل حاجه. يعني المكان اللي كان كب فيه عصير انا كنت لميته الصراحه قبل ما ابدا، لان طبعا مش هعرف ان انا اسيبه هيلزق ويلم نمل وكده. فروحت خلصت من الحكايه دي وطلعت بقى لقيت الهدوم دي. انا طبعا كنت بنشر اوقات على الصالون، كنت بكسل انشر. تخيلوا من كتر ما انا كنت مضغوطه كنت اخرج الغسيل من الغساله وافرده كده على الصالون ينشف، واروح بقى ايه ركناه على جنب اطبقه بقى. والله بقالي يومين على الركنه مكانه ما كنتش لاحقه، يعني ما بلحقش ان انا اطبق حاجه او اظبط حاجه. الغسيل بقى ايه اللي هو ناحيه الكنبه الكبيره اللي هو الناحيه التانية ده لا مبلول بقى، ده بقى كنت مشغله عليه الغساله وكنت لسه مخرجاه. والحمد لله ربنا عني وقدرني وعرفت ان انا اشغل الغساله. عايزه اقول لكم ان انا بشغلها كده واسيبها مع نفسها وانزل عند حماتي لو هنزل مثلا اتغدى واقعد معاهم شويه واطلع الاقيها خلصت. فاللي هو بامانه انا الفتره دي بقيت مش عارفه اقعد اعمل اي حاجه قد كده، لان انا طبعا الوقت اللي بقعد فيه في الشقه بشتغل في الغرفة، بعد كده بنزل اتغدى معاهم. طبعا انا بحب اقعد معاهم الصراحة، فبقعد شوية وبعدين بقى اطلع لو في حاجة هعملها في مونتاج او فيديو، وانزل تاني نقعد نكمل السهرة مع بعض. لو سلفتي جت قعدت معانا وندردش ومش عارفة ايه ونذاكر للعيال. العيال بتحب تذاكر في اللمة. يعني مثلا انا بنتي مليكة دايما بشتكي منها في المذاكرة. تخيلوا بقى ان هي كانت الفترة اللي فاتت بتذاكر بسبب ان ولاد عمها بيذاكروا، بقى بتغير. يعني هي شايفاهم بيذاكروا اشمعنى انا
انا كمان عايزه اذاكر. هي بقى اللي بقت تطلب مني الكراسات، هاتي لي يا ماما الكراسه، هاتي لي الاقلام، لا انا هنزل اذاكر معاهم تحت. بقوا هم اللي بيطلبوا مني ان هم يذاكروا تحت، فانا بقيت اخد لهم الحاجه ونقعد نذاكر لهم تحت ومش عارفه ايه، وبعد كده اطلع. فزي ما انتم شايفين يومي فعلا والله انا كنت فعلا مش عارفه اروح فين واجي منين. انا كنت برضو مشغله الغساله، قمت طلعت الغسيل اللي انا خلصته وحطيت غسيل تاني كان المفروض ان انا اشغلها عليه، بس قلت كفايه كده، غسلت مرتين كفايه، نريحها بقى النهارده. علشان الصراحه هي ايه، هي والله من فتره قصيره كنت بشتكي منها، فيعني هي لحقت ما لحقتش، فقلت اريحها شويه. ورحت بقى ركنتها مكانها كده، وبعد كده قلت الم بقى الرخامه، هي مش عليها حاجات كتير يعني، الازايز واللانش بوكس بتاع اياد انا كنت حضرت له على فكره لانش بوكس بتاعه على اساس ان انا هوديه، يعني انا كنت طول الليل بديله ادويه والبوس بقى وواخده بالي منه، وحتى جوزي كان نزل بيه تقريبا الساعه 1:30 وداه للمستشفى اللي جنبنا علشان يلحقوا باي حاجه، صدره كان مكتوم قوي وكان بيكح ومش قادر ياخد نفسه. اتضح بقى ان الادويه اللي انا كنت اديتها له اللي كانت عندي متوفره عندي، اللي كنت اديتها له كان دواء حراره ومش عارفه دواء كمان للكحه اديتهم له، ده كتم عليه اكتر، يعني الادويه ما كانتش مناسبه ليه، فالدكتور قال له الادويه دي هي اللي خلت صدره مكتوم اكتر. فهو بقى كتب لي على البوس، والبوس يعني كان بصراحه يعني اسرع من الادويه علشان حرارته كانت نزلت على طول، والحمد لله كنت اطمئنيت عليه وحسيت ان هو بقى كويس، فقلت بقى اوديه المدرسه. صحيت الصبح علشان اوديه المدرسه قال لي يا ماما تعبان ومش قادر، فقلت خلاص غيب النهارده احسن برضو. فالعيله كلها غابت، وزي ما انتم شفتوا الشقه كده جابوا عليها وطيها وبهدلوها وكانت حالتها حاله. والمطبخ الصراحه كده كده انا عشان ما كنتش يعني ايه بشيل الحاجه اول باول، ايدي ما كانتش فيه على طول، كان في حاجات كتير قوي فوق دماغي، فالحمد لله ربنا يسرها زي ما انتم شايفين كده، وبدات ان انا الم الدنيا والحمد لله الى حد ما سيطرت الحمد لله. وهنا بقى كنت جبت الغسيل اللي انا كنت طلعته من الغساله، وقلت بقى اخد الغسيل اللي انا المفروض كنت انشره وسبته كده، وكان وربنا كان هيتحط مكانه كده لمده يومين 3 ما امد ايده عليه، يعني كان هينشف مكانه، والحمد لله ربنا قدرني ان انا اخده بقى ايه وانشره. بس مش هنشره دلوقتي عشان ما اكونش كدابه، انا هسيبه دلوقتي لحد ما اخلص وانزل اتغدى واطلع انشره. فهو كده كده بدل ما اتحط في الطبق اطمنوا هيتنشر، يعني هيتنشر. المهم ان انا عارفه ان انا صدعتكم بكلامي ولوك لوك 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 لوك، معلش انا اسفه لك والله، بحاول اهدي نفسي. المهم ان انا بخاف والله افصل لحبل افكاري يتقطع، معرفش انا كنت بتكلم فين وبروح فين. بس انا عايزه اقول لكم ان كان في حد قال لي يا ريت يا امل تدهني عند سلفتك اللي احنا كنا عندها امبارح، فوالله انا ما عنديش مشكله، بس انا هقول لها الاول واخد رايها، لو هي وافقت هروح بقى يعني اظبط لها الدنيا عادي، ما عنديش اي مشكله. انتوا عارفين ان انا يعني مطرقعه وبحب التغيير، فانا اول ما قلت يعني اشتغل فحبيت ان انا اعمل فكره جديده. زي ما انتوا شفتوا كده الاوضه نفسها ما كانتش محتاجه، يعني الدهان نفسه يعتبر جديد، بس انا حابه ان انا اعمل حاجه جديده ولاني زهقت. بس خلاص انا ممكن اخلص الاوضه اللي هي بتاعه الاطفال واخد رايها، لو هي قالت لي تمام هروح اشتغل في الشقه بتاعتها واظبط لها اي حاجه هي محتاجاها، مثلا لو غرفه لو الصاله على حسب ما هي تبقى عايزه، اللي هي عايزاه اعمله لها. وان شاء الله هبقى اشارك معاكم ده انا ودينا، بس لو هي شايفه ان ده مش مناسب ليها او مش وقته، على حسب طبعا ما هي تبقى عايزه، عشان ما ينفعش ان احنا نفرض راينا على حد، عيب يعني. فلو كده بقى هرجع ونشوف احنا هنعمل ايه في نكمل الشقه ونظبط يعني زي ما احنا شغالين. فانا حبيت اعرفكم ان انا ما عنديش اي مانع والله. المهم انا رحت بقى ايه خلصت اهو، ركنت الدنيا كده وظبطت، علشان انتوا عارفين الحاجات دي انا كنت مخرجاها من تحت السرير، وصراحه ما حبيتش ان انا اسيبها في غرفه النوم علشان كانت مزحمه الدنيا كده وكاتماها، فقلت اركنها على جنب هنا. وكده كده الصاله يعتبر زي ما انتم شايفين كده ملعب، يعني اللي هو كل حاجه مش منظمه وتحس ان هي بتتبهدل بسرعه. عشان كده حبيت ان انا اغير نظام الشقه الصراحه، وحسيت ان انا ايه الفكره اللي ان شاء الله اللي انا ناويه انفذها هتخلي الموضوع اهدى شويه والدنيا رايقه الى حد ما ان شاء الله. المهم بقى ما تنسوش تحطوا لي لايكات كتير زي ما بقول لكم ودايما بوصيكم تحطوا لي لايكات كتير وتشيروا الفيديو مع اصحابكم واصدقائكم، ونصلوا بينا على النبي ونذكر الله لا اله الا الله محمد رسول الله. وطبعا استغفروا ربنا كده كتير عشان ربنا يبارك لنا في ايامنا وحياتنا، والاستغفار على فكره ده حاجه كويسه قوي، ربنا بيفتح لنا ابواب الرزق بسبب الاستغفار، وطبعا بيغفر لنا ذنوب كتير بسببه. يعني الصراحه ان انت تستغفر ربنا كتير دي حاجه كويسه، وانا بحس ان هي سبحان الله بتفرق معايا. مش عارفه بقى انتوا لو داومتوا عليها
هتعمل معاكم ايه، بس اكيد هيبقى في فرق. وهنا بقى زي ما انتم شايفين انا كنت بقى كنست، ورحت بقى قلت لنفسي اروح بقى اخلص بقى باقي الصاله، اكنس بس في الصالون واجيب من تحت السفره، وهدخل على المطبخ على فكره، بس انا حبيت الخص عليكم. وعلى فكره دخلت كمان على الحمام نضفته، بس انا برضو حبيت الخص عليكم. ليه بقى؟ علشان كده هيبقى كتير او اوفر يعني. الصراحه هلف بيكم حتى في الحمام يعني. بصوا انا رحت لميت الجزمه اهي وحطيتها في الجزامه، وكنست يعتبر الصاله كلها، وحتى تحت النيش برضو جبته كده بالمقشه. والمقشه دي اللي هي المكنسه اللي انا ماسكاها دي بتاعه سلفتي. عايزه اقول لكم ان انا مكنستي ايديها اتكسرت. اسكت؟ لا طبعا رحت جبت المكنسه بتاعه سلفتي، هي كانت سايباها على السلم وقلت تقضي الغرض عادي. المهم المهم رحت كنست بيها كده، وطبعا هنزلها دلوقتي يعني عادي، احنا في بيت واحد، هي كده كده هتبقى عارفه ان انا اللي خدتها، بس هنزلها قبل ما تصحى. المهم انا دلوقتي اروح مخلصه وداخله على المطبخ برضو اكنس كده وهنضف الحمام زي ما بقول لكم، بس هلخص عليكم وبعد كده ندخل على المواعين على طول. والحاجات اللي في الحوض الحمد لله كانت يعني حاجات بسيطه ومقدور عليها، بس الازاز ده بقى كانت حكايته حكايه. انا عرفتكم ان هم دلقوا العصير على الارض صح؟ طبعا ما دلقوش على الارض على طول، هم كانوا بيحاولوا ان هم يفرغوا لنفسهم في كوبايات، فغرقوا السفره. فدي بقى ملزقه وحالتها هم يعني. انا شلت الحاجات من عليها، كنت قرفانه منها. انا كان هين عليا اجيب الخرطوم كده واغسلها، بس انا قلت لا مش للدرجه دي والله، امنيه حياتي ان انا اخلص منها، بس امتى ما نعرفش. المهم جبت الجردل بقى وبدات ان انا همسح كده يعني بسرعه بسرعه علشان نخلص، علشان الوقت كان اتاخر والنور هيقطع دلوقتي. انا كنت بحاول انجز قبل ما النور يقطع، لان احنا عندنا ميعاد معين يقطع النور اروح بقى نازله لحماتي عشان اتغدى. خلاص بقى النور قطع كده كده مش هعرف اعمل حاجه، فانا كنت بحاول انجز علشان انزل ويعني اقعد بقى براحتي ومبقاش شايله هم حاجه لسه اطلع اعملها لما النور يجي ومش عارفه ايه. موال كده والله، الواحد بيبقى مضغوط نفسيا، بنفس النور ما يقطعش تاني عشان بحس ان هو يعني بيعجزني كده في حاجات. المهم احنا طبعا المكنه دي قريب ان شاء الله هننقلها من مكانها باذن الله. للناس اللي بتقولي يعني مكانها كده غلط وحطيها في اي اوضه، ان شاء الله هنقلها قريب. وكل التغييرات اللي انا بعملها دي قايمه وحياه ربنا على اساسها، لان فعلا من وقت ما جبتها وانا حطاها في الصاله وحاسه ان الموضوع بقى عشوائي قوي. انا شقتي كانت الى حد ما رايقه كده وبنت ناس، انا فجاه حسيتها ان هي شارع، معرفش ليه. هدوم مرميه، هدوم على الكرسي، الهدوم ما بتخلص. كل ما اقول انا خلاص بقى مش هظبط حاجه الاقي في حاجات طلعت لي، وحاجات مثلا محتاجه تتظبط، فبركن حاجات فوق حاجات. لان طبعا انا مش بقعد على المكنه وقت طويل، بزهق الصراحه. فوقت ما احس ان انا خلاص في طاقه يعني ان انا اقعد واشتغل، بقعد بقى اظبط الحاجات اللي محتاجه تتظبط. غير كده بفضل راكناهم زي ما هم. وان شاء الله هبقى اعمل لهم باسكت كده احط فيهم الهدوم اللي محتاجه تتظبط وانا مكسله اشتغل فيهم، علشان شكلهم ما يبقاش وحش كده وهم مركونين ان شاء الله يوما ما بقى. بصوا بقى هنا انا كنت خلصت ومسحت ولمعنا كل حاجه الحمد لله، والدنيا طبعا بقت رايقه ونظيفه عن الاول. يعني في فرق السما من الارض. انتوا عارفين الاول كان منظر عامل ازاي؟ ده انا اتخضيت، انتوا اكيد اتصدمتوا. هنا بقى دخلنا هنا، انا كنت اديت الحيطه دي الوش اللي انا قلت لكم عليه، بس سيبناه بقى ينشف وياخد وقته. وان شاء الله بعد الغدا هطلع بقى اديها الوش التاني واشتغل فيها باذن الله. هنا بقى انا كنت دخلت على المطبخ، وزي ما عرفتكم ان انا كنت خلصت كل حاجه، ظبطت الارض يعني ونضفتها، والرخام كنت نضفته معاكم. قلت بقى اشطب الكوبايتين اللي حيلتي والمج اللي كان هيتكسر مني ده. انا عايزه اقول لكم العيال دي لو ما ركزتش معاها مطبخي كله هيضيع. المجات والكوبايات كلها كانت بره. ليه؟ علشان بيشربوا عصير. ليه؟ علشان هما بقى عايزين يشربوا شاي، يعني مره عصير مره عايزين نشرب شاي. سربتهم عندي هنا تحت الصراحه، وقلت لها بصي خدي كده بنتك بالعيال دي، انت اللي عندك الشاي، انا ما بشربش شاي. انا الصراحه ضد الشاي وضد اي حاجه سخنه. يعني انا مش من هواة اللي انا اشرب شاي بقى او نسكافيه او قهوه والكلام ده، لا انا اديني في العصاير الصراحه يعني. فانا ما عنديش شاي، اي شاي بيجيلي بنزله لحماتي، لان احنا لو شربنا شاي بنشرب تحت. فانا قلت يا بنت خدي كده الشاي عندك، وانا كده كده لو عوزت اشرب كوبايه معاكم تحت، ما بشربش هنا. فاللي يقول لي شاي تحت عند نينا، يلا روحي يا حبيبه عند نينا هتعمل لكم كوبايه شاي، بسربهم. والسكر فين؟ ولا من غير سكر؟ من غير سكر، لا انا بننزل لهم برضو السكر. انا معايا خديجه دي تبقى بنت سلفتي، هي بتيجي تقعد معانا كده، وبصراحه يا بنت فرفوشه كده، وان شاء الله هتشوفوها معايا قريب في القناه، هي بتظهر معايا عادي. ودعوا لها ربنا يشفيها، علشان الصراحه حصلت معاها حادثه، وصراحه انا زعلانه عليها جدا والله. الفرن فرقع في وشها.
مرقعه في وشها يا عيني. بس والله الحمد لله، نحمد ربنا ان هي جت بسيطه والله. على قد ما انا زعلت، على قد والله انا بحمد ربنا ان هي وشها الحمد لله ما فيش فيه يعني حاجات، يعني حاجات صعبه، الحمد لله بسيطه. يعني هي ماشيه على كريمات دلوقتي، وادعوا لها ربنا يشفيها، وان شاء الله الفتره الجايه تظهر معايا وتبقى احسن من دلوقتي باذن الله. بصوا بقى، انا هنا كنت شطبت يعتبر الحوض كله، وهروح بقى غاسله الحوض كده بالسلكه ومنضفاه عشان اخلص منه، والفوطه دي برضو اخلص منها وانشرها كده على جنب. انا كده يعتبر خلصت معاكم الفيديو، اتمنى يكون خفيف على قلبكم، واتمنى ما اكونش صدعتكم. وانا بحب ارغي معاكم، بعتبركم زي اخواتي والله، وباخد راحتي معاكم اكتر، وبحب قوي كومنتاتكم، وبعتبركم يعني حد كده قريب مني. يعني نشوفوا كام سنه بقى مع بعض. حطوا لي لايكات كتير واشتركوا وفعلوا الجرس والسلام عليكم.